لان بمنتهى البساطه انت لازم تبقى فاهم الجمله دي كويس قوي. احنا يا جماعه مش بنكمل مع شخص في حياتنا لان هو ده احسن انسان احنا نقدر نجيبه. يعني بمنتهى البساطه انا مش مع الانسان ده عشان ده احسن واحد انا اعرف اجيبه، لكن لو لقيت حد تاني احسن هروح له وهسيب الشخص ده. لا يا جماعه، الحب قرار، والوفاء قرار، والالتزام الكوميتمنت قرار. فانت لازم تكون مع شخص هو قرر ان هو يحبك، قرر ان هو يكمل معاك، قرر ان هو يكون وافي ليك. عارف لو الشخص اللي انت معاه في علاقه او اللي انت حابب تكمل معاه حياتك جه قال لك جمله زي عارف لو كنت قابلتك في ظروف تانية كان الموضوع اختلف بينا خالص، كنت اكيد كملت معاك وكان العلاقه بينا هتبقى زي الفل. او قال لك جمله في معنى انت الشخص الصح بس في الوقت الغلط. عارفين الجمل في المعنى دي معناها ايه؟ انا هقول لكم الجمل دي معناها ايه، بس قبل اي حاجه خلينا اوضح نقطه مهمه قوي. بصوا يا جماعه، الظروف بتنقسم لقسمين مهمين جدا. في حاجه اسمها ظروف خارجيه وفي حاجه اسمها ظروف داخليه. يعني ايه ظروف خارجيه ويعني ايه ظروف داخليه؟ بمنتهى البساطه الظروف الخارجيه دي الظروف اللي انا مش في ايدي اتحكم فيها، انا مش في ايدي اغيرها. يعني مثلا لو في فرق بين المستوى الاجتماعي بتاع عيلتك والمستوى الاجتماعي بتاع الطرف الثاني، ده انت مش في ايدك تغيره. اكيد انت مش في ايدك تغير مين والدك ومين والدتك ومين جدك وجدك، خلاص ده الوسط الاجتماعي بتاعك، انت مش في ايدك تغيره، انت اخرك بتغير نفسك وبس. او على سبيل المثال لو انت واحده مثلا مطلقه وعندك اولاد، فاكيد انت ما ينفعش ترمي اولادك، فانت الظرف بتاعك ان انت اصبحتي اسمك مطلقه واسمك عندك اولاد. دي ظروف خارجه عن السيطره، دي انت مش في ايدك تتحكمي فيها. او طبعا كذلك لو انت برضو مطلق وعندك اولاد، نفس الفكره، ما ينفعش ترمي عيالك، فهو دي ظروفك. دي ظروف يا جماعه اسمها ظروف خارجيه احنا ما ينفعش نغيرها. لكن في حاجه اسمها بقى ظروف داخليه. ايه هي الظروف الداخليه دي؟ الحاجات اللي احنا في ايدينا نغيرها، زي فكره طريقه الاهتمام بتاعتنا، مشاعرنا، طريقه اظهار الحب، حاجات في ايدينا نغيرها. لو الشخص اللي انت معاه في علاقه جه قال لك الجمله دي وهو يقصد بيها الظروف الداخليه، فهو بمنتهى البساطه الشخص ده شريك جدا جدا جدا. الشخص ده عايزك انت تتغير، عايزك انت تعمل له الحاجات اللي هو بيحبها، عايزك انت تعمل الحاجات اللي بتريحه عشان هو حابب يكمل معاك حياته. لكن على الناحيه الثانيه، وده للاسف اللي بيحصل في اغلب الاوقات، ان الجمله دي بتتقال وبيكون مقصود بيها ظروف خارجيه، ظروف انت مش في ايدك تغيرها. فلو اتقالت لك وهو الشخص اللي قدامك بيقصد بيها ظروف خارجيه، فللاسف كعدتي بكل صراحه الشخص ده هو مش شايفك خالص. انا اسف جدا في اللي بقوله، ممكن الكلام ده يوجعك او يجرحك، بس الهدف هو زياده الوعي والذكاء العاطفي عندك، فعايزك تركز كويس. كل الموضوع ان هو لو قال لك الجمله دي، انا ليه بقول لك معناها ان هو مش شايفك خالص؟ هقول لك ليه، بس قبل ما اقول لك ليه خليني اقول لك على حاجه كويسه قوي كده هتوضح لك النقط بكل سهوله. احنا كام مرة سمعنا عن حالات ان اتنين بيبقوا مرتبطين ببعض وبيحبوا بعض جدا، بس ده من دين، يعني الراجل من ديانة والبنت من ديانة تانية، فالبنت بتغير ديانتها كاملة لديانة الراجل عشان خاطر تكمل معاه، لان الراجل رافض ان هو ما ينفعش بالنسبة لدينه ان هو يرتبط بواحدة من دين اخر على سبيل المثال. دي كم مرة سمعناها. فتخيل حد بيغير ديانته، يعني بيخسر اهله، بيخسر صحابه، بيخسر اللايف ستايل بتاعه، بيخسر كل حاجة عشان خاطر هو بيحب الشخص ده وعايز يكمل معاه حياته. وانت الشخص اللي معاه في علاقه دلوقتي جاي يقول لك لا لو كنت قابلتك في ظروف تانية غير الظروف دي، ايا كانت هي ايه الظروف الخارجيه دي، تاني ظروف خارجيه، ده الناس بتغير دينها. بقول لكم انا هنا مش جاي اقول انت صح ولا غلط، انا مش هو ده اللي انا بقيمه. انا بقيم ان فعليا الشخص اللي قدامك لو هو عايزك، فعليا الشخص اللي قدامك لو هو بيحبك، يا جماعه الناس مستعده تغير ديانتها، متغير دينها كاملا عشان خاطر شخص. الناس بتهرب وبتسيب عيلتها وبتسيب ناسها عشان خاطر تهرب مع الشخص اللي هي بتحبه. فانا برضو هنا تاني مش بقول ده صح ولا غلط. وانت تيجي تلاقي الشخص اللي قدامك ده يجي يقول لك اصل كنت قابلتك في ظروف تانية او انت الشخص الصح بس في الوقت الغلط، يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده. الظروف دي احنا اللي بنتحكم فيها في الاخر، طالما هي مش ظروف داخليه. حاجه خارجيه خلاص، اي حاجه تانية داخليا نحلها مع بعض، خارجيا انا وانت ضدها. فلو هو قال لك الجمله دي فانا اسف جدا تاني وبقولها لك، هو مش شايف. لكن انا دلوقتي المهم عندي جدا هو ردة فعلك انت لو لقيت الشخص اللي قدامك قال لك جمله زي دي، الشخص ده كل همه هو فكره الظروف. طالما هو جه فضل الظروف وجه يكلمك على ظروف وظروف دي خارجيه، كل الموضوع هو مساله وقت، مساله وقت، وهيشوف حد تاني ظروفه انسب منك، وساعتها هيروح للشخص التاني وهيسيبك. انا اسف جدا بقول لك الحقيقه، بس ده واقع كلنا عايشينه وكلنا شايفينه قدام عينينا، وانا شفته كتير جدا في حياتي. ان الشخص اللي بيقول الجمله زي دي هو كل الموضوع هو الشخص ده بيفضل الظروف، حتى لو عنده مشاعر ليك هو بيحب الظروف اكتر من مشاعره ليك. يعني بمنتهى البساطه الشخص ده ممكن يشوف شخص تاني ظروفه انسب منك هيروح له. ممكن يكون الشخص التاني ده هو ما بيحبوش، ما عندوش كم من مشاعر زيك، بس في منتهى البساطه هو ما عندوش مشكله انه يكمل معاه ويسيبك ويخونك عشان خاطر ان الشخص التاني ظروفه انسب منك. فاول ما الجمله دي تسمعها تقول لنفسك الشخص ده كده خلاص، الشخص ده مش شايفني، فمفيش اي داعي انك تبذل مجهود معاه، مفيش اي داعي ان تدي من طاقتك ومن وقتك وتستنفذ من مشاعرك واحساسك على شخص هو مش شايفك.
على شخص هو مجرد وقت تاني وهيسيبك وهيروح لشخص تاني، حتى لو بيحبك اكتر ما بيحب الشخص التاني، ان هو في الاخر بيحب الظروف اكتر منكم انتوا الاثنين. فافهم كده كويس وخليك واعي، لان بمنتهى البساطه انت لازم تبقى فاهم الجمله دي كويس قوي. احنا يا جماعه مش بنكمل مع شخص في حياتنا لان هو ده احسن انسان احنا نقدر نجيبه. يعني منتهى البساطه انا مش مع الانسان ده عشان ده احسن واحد انا اعرف اجيبه، لكن لو لقيت حد تاني احسن هروح له وهسيب الشخص ده. لا يا جماعه، الحب قرار، والوفاء قرار، والالتزام الكوميتمنت قرار. فانت لازم تكون مع شخص هو قرر ان هو يحبك، قرر ان هو يكمل معاك، قرر ان هو يكون وفي ليك. مش فكره انك تكون مع شخص انت شايف فيه ان هو معاك بس عشان هو مش لاقي احسن منك. لان ليه؟ لان بمنتهى البساطه هو لو لقى حد تاني احسن منك هيسيبك ويمشي. فاوعى تكون مع الشخص بالمنظر ده، خليك مع شخص حتى لو شاف مين احسن منك هو قرر ان هو يكمل معاك، ده الشخص اللي انت تكمل معاه حياتك. وده كان موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو مفيد، واتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. وطبعا يا جماعه ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب عشان القناه تكبر ونكبر سوا مع بعض باذن الله. ولو حبيت تعرف ازاي تقدر تقهر وتدمر الشخصيه النرجسيه فشوفوا الفيديو اللي طالع قدامكم ده. السلام عليكم.